استدعاء ولي امر لكل واحد لسه ما يعرفش يرسم الاوت لاين. ابسط طريقه ترسم بيها اوت لاين هي الكونستراكشن دروينج، او الطريقه البنائيه، او الرسم بالتراكب، او الرسم التركيبي، او الرسم البنائي، ان انت بتبني عنصر على عنصر. تعال اوريك ازاي. انا دلوقتي هرسم التكوين ده. اول حاجه لازم احدد كروكي كده اماكن العناصر دي عشان ما توهش. والتكوين ببساطه لو بصيت له هتلاقيه واخد تقريبا شكل مثلث او شكل هرمي. فانا لازم ببساطه كده في الورقه احط كده ايه الشكل الهرمي اللي من خلاله هقدر ارسم ايه العناصر. وهقول ان اكبر عنصر فيهم هو في المنطقه دي، والعنصر اللي بعده اللي هو الصغير في واحد هنا وفي واحد تاني هنا، وفي بتاع كبيرة في المنطقة دي، وفي عنصر هنا وعنصر هنا. تقريبا حتة الشخبطة اللي أنا عملتها دي بتخلي التكوين يعمل حاجة بسيطة جدا اسمها النسبة والتناسب. ومش أي نسبة وتناسب، النسبة والتناسب بين التكوين واللوحة. بمعنى ان اللوحة بتاعتك لو صغيرة وعملت الحركة دي هيطلع مظبوط، ولو كبيرة برضه هيطلع مظبوط، لانك بتقدر تحدد حجم ومكان العنصر بشكل بسيط جدا. الخطوة اللي بعدها يا ابن الناس انك تاخد عنصر السيادة او عنصر البطل وتبدأ ايه ترسمه. تمام؟ فلازم تحدد مكانه. هل هو عنصر البطل موجود في النص، ولا في النص ناحية الشمال، ولا في النص ناحية اليمين، ولا في اليمين خالص، ولا في الشمال خالص؟ لا، انا شايفه هو في النص بس مايل ناحية اليمين شوية. تمام؟ فهقول ان ده مكانه، وده اوله من تحت، وده اوله من فوق، يعني اوله اخره. تمام؟ ابدأ بقى يا باشا حلله هندسيا. وده خط النص بتاع العنصر عشان عنصر سيمتري، الناحية اليمين زي الناحية الشمال بغض النظر عن اليد دي. فانا هحلله ازاي؟ بص يا سيدي، الجزء اللي فوق ده مستطيل، الجزء اللي تحت ده تقريبا مربع، الجزء اللي تحت ده تقريبا ايه شكل دايرة. تمام؟ بكل بساطة اهو مستطيل، وبظبط الناحية اليمين زي الناحية الشمال. تمام؟ بس قبل الخطوة دي حاول تقسمه بشكل أفقي. يعني لو بصيت كده هتلاقي جزء العنق بدأ في النص، وده خد يا دوب خمس النص. فأنا في النص هنا، أو في الجزء النص ده، في الحتة دي هنا منطقة العنق. يعني أهو كده، أهو ادي العنق، وادي ايه الجزء اللي من تحت. بكل بساطه ما يهتمش بالتفاصيل، خدها ايه بشكل بسيط. تمام؟ تمام. ناخد بقى العنصر اللي بعده، هو العنصر الاقرب، ولما تيجي تعمله لازم تبنيه على اللي قبله. ابنيه ازاي؟ فانا لما ابص للتفاحه دي اللي هي القريبه دي اهي، اول حاجه هقول هي فين من فوق، هي فين من ناحية اليمين بالنسبة طبعا للعنصر اللي رسمته اللي هو الفخارة دي، هو فين من ناحية الشمال. بص من اليمين يا دوب خد مسافة صغيرة، يعني هو في الحتة دي كده من ناحية اليمين. من فوق خد جزء منها اهو، من تحت هو قدامها فهو هنا. طب من الشمال يا دوب عدى النص كده بشوية اهو. يبقى التفاحة دي مكانها هنا. بالحركة دي حققت برضو النسبة والتناسب بس بشكل مختلف، النسبة والتناسب بين العنصر والعنصر. ليه؟ لأن أنا بنيت العنصر ده على أساس ده لو رسمت لوحده ممكن يكبر منك، ممكن يصغر منك، ممكن يروح شمال يمين، يطلع فوق ينزل تحت. لازم ترسمه بناء على العنصر اللي قبله. هي دي الكونستراكشن دروينج، الطريقة البنائية، ببني عنصر على عنصر. تمام؟ حلو كده؟ يبقى انا كده رسمت العنصر التاني وحللته هندسيا لشكل دايره. خش بقى على العنصر الاقرب، ايه التفاح. والله من ناحيه اليمين ده في مسافه بينها وبين الفازه دي. تمام؟ ومن اليمين من فوق قصدي هي اعلى من التفاحه التانيه.
وبرده كمان من تحت هي تقريبا هنا، ومن اليمين هي العنصر المربع. فانا ايه، ادي من فوق هي اعلى من التفاحه التانيه بشويه، من الشمال في مسافه بينها وبين الايه الفخاره، ومن تحت هي برضو اعلى، والعنصر الى حد ما مربع او ايه الطول اقرب للعرض. تمام. بعدين بقى عندي الطبق هو من هنا وواخد جزء من التفاحه هنا، وادي القاعده بتاعت الطبق. عنصر 2 3. روح بقى للناحيه التانيه. تمام. ايه ده الثبت ده هو فين؟ من ناحيه اليمين بالنسبه للفازه. بص واخد ايه، واخد تقريبا ربعها، صح؟ فانا هاجي كده من عند ربع الفازه كده اهو. تمام. طبعا هي مش لحمه في مسافه صغيره هنا. تمام. ادي من يمين. طب من فوق بص كده، ايه ده موازيه للتفاحه التانيه يعني كده. تمام. طب من تحت، لا ده هي قدام كده، يعني التفاحه دي يعني قدامها شويه يعني هنا. يبقى انا لما اجي اعمل الثبت اهو كده، واخد كده كده. طب من بره بص، انا شايف ان عرض الثبت اعرض من الفازه مره ونص، فانا الفازه مثلا عرضها قد كده، فانا هسيب كده يعني تقريبا قد كده. تمام. فانت لازم تخلق النسب بتاعتك. تمام. اهو الثبت خلاص. عندي بقى التفاح. خد يا ابني التفاحه الاولى اهي. ايه ده تقريبا بدأت بعد بداية الفازة ارتفاعها اعلى شوية، يعني مثلا هنا وهنا، يبقى اهي مكانها. التفاحة التانية برضو بعديها بشوية، يعني اولها من هنا، اولها من فوق هنا، اولها من الشمال ومن تحت، يعني مكانها هنا. التفاحة التانية بدأت من هنا وهنا، خدت نص التفاحة اللي فوق وهنا، يعني ادي مكانها. تمام. ودارت على التفاحه دي، وفي تفاحه تاني ورا. فبص التكوين هندسيا بدا ايه يتظبط معايا. اجي بعدين اعمل ايه؟ اجي بعدين اعمل عمليه تبييض، امسح كل الشخبطه دي وابدا اشوف الكيرفات، اشوف التفاصيل. بالحاله دي هتظبط التكوين وهتحقق النسبه والتناسب ما بين التكوين وما بين اللوحه، النسبه وكمان النسبه والتناسب ما بين العنصر والعنصر. سلام.